القلب حان يا أهل اليمن نحتاج فزعتكم، اسحب عمان وين الأمان ما هي عوايدكم. موسى حجر يمني صبر داخل أراضيكم. الكل بيسألني ايش القصة يا برق؟ ليش كلكم نازين على العماني؟ ايش الخبر؟ اشرح لنا. بشرح لكم الآن القصة بتفاصيلها وباختصار إن شاء الله. صلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد. طبعا الشخص اسمه موسى حجر، يمني، شاب يمني، كان يلعب زمان في المنتخب اليمني، وفي عام 2021 تقريبا أيام الكورونا مدري من اللي يلعب على عقله إنه في عمان استثمارات وفي مشاريع وإنهم يطوروه. المهم صدق المسكين، فتروح القرية باع لك الأرض وباع الذهب حق النسوان وباع ذهب أمه وزوجته. المهم باع كل ما تحته وما فوقه علشان يستثمر. فتعرف على واحد اسمه ربيع جميل العلوي من سلطنة عمان، والذي لا يمثل أهل عمان، وشخص نصاب طبع صاحبنا، استغله، خرج من السوق عطر صاحبنا. المهم صدقه وأدى له 22,000 دولار. صاحبنا على الطاوة لكن باع كل ما تحته ما فوق. ما أعطاه الفلوس الرجال قال خلاص على طول أسافر وأسير تركيا وأصلح المشروع والمهم اختفى ولا عد لقيه. فحط صاحبنا التقى إلى، كان يعرف الشيخ حق القبيلة حق هذا النصاب، فراح له عندهم. الشيخ ناوله الناهي تمام مواعيد، ما شاف ما في أي فائدة، لا حيلة من تنادي ولا قدر خارج لا طريق. بس نفسه رفع على هذا ربيع قضية في محكمة سلطنة عمان، فجلس يشارعه 2 12 جلسة وهو يحضر ولا حيال من تنادي برضه. فكيف يفعل خرج قدو غلبان قدو يقرح. تخيلوا الرجال باع كل شيء باع حياته كلها، ما عاد معه حتى قوت يومه في سلطنة عمان. فعل فيديو قبل 2 وناشد الشعب العماني وهذا حرامي وهذا سرقني. الرجال هذاك رفع عليه قضية تشهير. ففي سلطنة عمان الحكومة حبسته 70 يوم وزفروه بدون جواز بدون شيء، والرجال داخل رسمي قانونيا، دخل معي جواز كل شيء، ولكن خرجوه بدون جواز بدون أي شيء. خسر الجواز وخسر كل شيء، وعاد زاد خسر بالحدود حق الخرجة واتبهدل هكذا. لا عاد لقي بيس ولا عاد لقي جواز ولا عاد لقي شيء. تروح البلد الحين جالس لي في صنعاء واهله في القرية، ايش تروح يقول لهم طوال هذا السنوات من ايام الكورونا تخيلوا. فاستنقد لا عند الاخ محمد العربي علشان يسوي لها الشيله واحنا ضامنا. فهذا الموضوع كله ان احنا كلنا متضامنين مع الأخ موسى حجر، ونطالب من السلطات العمانية بإلزام شخص هذا ربيع جميل العلوي بإرجاع أموال موسى حجر. عيدوا القضية، شوفوا، وأنتم بتشوفوا القضية هي عندكم في المحكمة، فكلنا نتضامن مع الأخ موسى حجر. فأطالب من الجميع أن يشارك هذا الفيديو، وصلوا الفيديو هذا للجميع. رجال مسكين، وكم الأجر عند الله عندما تشارك مع واحد مظلوم.